مساء الخير والإحساس بالطيبة والرقة. معلش تأخرت عليكم. الآن باخذ جزء من فضفضتكم أو مصارحتكم، وراح أعطي أبسط الحلول من وجهة نظري أنا. تأخرت، ولكن يقولون ما يبطي السيل إلا من كبره، ما يبطي السيل إلا من كبره. وأنت جايب لك مادة مفيدة لجمهورك ومتابعينك يعجز أنه يقدمه استشاريين ودكاترة بهالمجال هذا. الأستاذ والإعلامي الكبير سمول كابتشينو ذويق وخبير بالكابتشينو، وهي سبب شهرته ما شاء الله تبارك الله. مميز ومبدع بالرقص مثل ما شفنا بأكثر من مقطع بعدد من الحفلات. والآن اكتشفنا أنه يعني قاعد يقدم استشارات أسرية وصحية ونفسية عجز ويعجز لا يقدمه دكاترة وأخصائيين بهالمجال هذا. ما شاء الله كثيرين اللي فتحوا قلبهم لي. طيب، أول فضفضة زي ما شفتم، حل الوسواس القهري والتفكير في الماضي. هو من وجهة نظري أنا دائما أقول ما في أحد كفؤ. يا متابعين، الناس اللي يفضفضون للأستاذ سمول ناس كثير مثل ما تفضل، فليش تروحون استشاريين نفسيين وأطباء نفسيين ودكاترة دارسين علم النفس والأمراض النفسية بأوروبا وبأمريكا وجايين هنا بالبلد؟ هذا الأستاذ سمول كابتشينو يجونه كثير، أكيد أنهم شافوا نفع. والآن قاعد من وجهة نظره يعطي حلول للوسواس القهري، وهذا دليل أنه إنسان كفؤ. الأستاذ سمول شخص كفؤ أنه يعني يعطيكم رأيه واستشاراته حول الوسواس القهري. خلونا نشوف الأستاذ سمول كابتشينو وش يقول عن الوسواس القهري، أو وش يشير على الشخص اللي يعاني من الوسواس القهري. دائما أقول ما في أحد كفؤ إنه يدمر حياتك، وإنه يدمر نفسيتك، وإنه يضيع مستقبلك، وإنه يسرق الفرحة والبسمة منك. فدائما ثقوا ثقة تامة ممن كان ماله أي أحقية إنه يسرق الفرحة منك ويسرق البسمة منك ويدمر حياتك. هذا واحد. اثنين، دائما الماضي لا تفكرون فيه أبدا، لا في خيره ولا في شره، كنصيحة. شوفوا، الأطباء النفسيين الأخصائيين والاستشاريين إذا جيت تعالج مريض من الوسواس القهري عندهم فحص سريري وفحوصات مخبرية وتقييم نفسي وقياسات للاضطرابات النفسية. هنا عند الأستاذ سمول على طول العلاج. شوفوا، أعطى بعدنا ما جبت السنابة كاملة، يعني قاعد يتكلم على طول بعلاج الوسواس القهري. والكلام اللي قاله أتوقع ما في أحد من الدكاترة قاله، ولا في دكتور نفسي مهما كان خبرته وشهاداته تكلم عن الوسواس القهري بهالسرعة هذا. تسمع سناباته على طول تشافى، ما شاء الله عليه. ثاني فضفضة أو ثاني مصارحة، أنا مشكلتي إنه ما عندي سيارة، ويعني في مشقة بالروحة وبالجية. شوفي، إذا أنت موظفة، نصيحة أخ، امشي على القاعدة الذهبية للادخار، اللي هي أنا من وجهة نظري 10% إلى 20%، يعني ما تقل عن 10% وما تزيد عن 20% شهريا تدخريها من راتبك. بتلاقين نفسك مع الأيام إذا راتبك عالي بتلاقين نفسك تقريبا 6 شهور 8 شهور بتلاقين قيمة سيارة. إذا راتبك مش ولا بد سنة بالكثير بتلاقين قيمة سيارة. وهذه استشارة اقتصادية مع الأستاذ والإعلامي الكبير سمول كابتشين. يا جماعة دخلوا، احفظوا من رواتبكم 10 إلى 20% القاعدة الذهبية. رواتبكم انتم ما ادري وين تروح، لا عليكم
أقساط، لا عندكم فواتير، لا عندكم التزامات، لا عندكم مقاضي، فليش ما تدخرون؟ إذا راتبك مثل ما قال الأستاذ سمول، إذا راتبك كويس تدخر 6 شهور والسيارة عند الباب. إذا راتبك تدخر سنة وسيارتك عند الباب. أنت ما السبب؟ لو تطيعون وتسمعون كلامه، صف سيارات عند بيوتكم كل سنة، كل 6 شهور وانت عندك سيارة جديدة. ما عندكم شيء، ما تقعدون من نص الشهر لاخر الشهر وانتم مطفرين على الحديدة. فادخروا، اسمعوا كلامه يا ناس. أنا مثلك عاشق الكابتشينو. هل تشوف إني أشتري ماكينة في البيت علما إن الماكينة ب6000 ريال؟ شوف، أنا ما أدري ولد ولا بنت، هي حسب مزاجك. أنا شخصيا شريت الماكينة ولا استفدت منها، نهائيا ما استفدت منها. أنا أدفع وعد بالله من كلمة أنا، لو يعني ما تتخيلون ممكن قيمة راتب على الكافيهات يومي. راتب يعني شخص متوسط، يعني مو راتب مشي الحال، لا، راتب عالي شهريا أدفعها على الكافيهات لأني من عشاق الكابتشينو. يدفع الأستاذ سمول على الكافيهات شهريا ما يعادل راتب عالي وليس راتب متوسط. لا أحد يقول في تناقض بين هالكلام وبين كلامه هو عن الادخار، لا. ولا أحد يقول هذا هايط، لا مو هايط، بالعكس، الرجال يتكلم عن واقعه ويشرح للشخص اللي قدامه واقعه. الادخار، انتم اللي تدخرون، انتم اللي تدخرون، انتم المساكين اللي ما تقدرون تشترون سيارة إلا بعد ما أختتم بهذا السؤال لأنه مهم جدا وراح أتكلم عنه كثير شوي. أبي أتكلم عنه كثير شوي، لاحظتوا؟ كثير شوي، ومباشرة بعده يقول باختصار. هنا المستمع يصير عنده اشتياق لمعرفة هالكلام اللي بعده، هو كثير، هو شوي، هو باختصار. هذا لفت للمتحدث إليه، كلمات متتابعة مختلفة المعاني لأجل جذب انتباه وشد انتباه المتلقي للكلام. مثل ما تقول واحد قوم انقلع، بعدين يركز بالكلام اللي بعده، يبي راح يركز بكلامك اللي بعده، هو يعني قوم انقلع هنا تخليه يركز. لما تقول واحد قوم نم، فهمتوا؟ فهذه كلمات متتابعة مختلفة المعاني تشد انتباهك لما بعد. شدوا انتباهكم لما بعد. فوق هذا كله دائما تقربي من زوجك، دائما يعني اطلعي مع زوجك، دائما يعني خلوا بينك وبين زوجك خلي فيه خلوة. اللي أقصده بالخلوة إنه أنت وزوجك تطلعون لوحدكم، تتمشون لوحدكم، تتقهوون لوحدكم. ليش؟ لأنه هذا المجال يقربكم من بعض ويعطيه مساحة يتغزل فيك، يتدلع معك، أنت تدلعي معه، تتغزلين مع زوجك. لكن إذا أطفالكم معكم ما تقدرين. ايه فهمت عليك. خلوة يقصد يعني الرجال هو مرته ياخذون راحتهم لحالهم. طبعا هذه حلوة للي ما عنده عيال، حتى اللي عنده عيال يوديهم لخوالهم، واللي خلوهم بالبيت ساعة ساعتين 3 ساعات ما يضرتهم. اللي يصيح واللي يطرش واللي يكسر. خلوا أهم شيء أنتم تختلون بأنفسكم بمطعم، لا تاكلون، روحوا بس تغزل يبه، تغزل بت واطلعوا، روحوا كافي ولا حتى لا تشترون، اجلسوا بالكافي، تغزل يبه، يتغزل بت واطلعوا. كذا تصير الحياة الزوجية رومانسية جدا. ثقة تامة. الحسد مو بس للمزيون والمزيونة أو الجميلة. أحيانا الواحد يحسدك على شكل خشمك، بس شكل خشمك أحيانا الواحد يحسدك عليه. نعم صحيح، حتى خشمك يحسدونك الناس عليه. أنا أقرب مثال، خشمي أول كان سلة سيف وهم يحسدوني الناس، ويتدلقم خشمي وهي تدلقم يا ما غدا شوفت عينك. شوف تقول بيوت محمية الله لا يبلع. كل واحد ينتبه لخشمه، كل واحد ياخذ باله من خشمه، لا يحسدونك الناس على خشمك. ترى فيه أزواج كثير ويوصلوني على الخاص ويتكلمون معاي ويفضفضون لي ويصارحوني ويعطيهم حلول.
عزيزي الزوج، عزيزتي الزوجة، إذا عندكم مشاكل ما تنتهي، إذا عندكم خلافات ما له حلول، تواصلوا مع الأستاذ سمول كابتشينو وراح يعطيكم حلول مناسبة.